يا صباح الخير يا مساء الخير عليك يا احلى عيلة في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بقى عاملين مع بعض شوية فول نابت. ده فعلا بقى الدفى الحقيقي. الفول النابت ده بينزل كده، مش بينزل في المعدة، بينزل في القلب قبل المعدة. ويا سلام بقى لما يكونوا شوية فول نابت كده مشطشطين، وعصرة الليمون الجميلة بقى اللي بتوديك في مكان تاني خالص. يلا بينا ندخل على الفيديو، بس قبل ما ندخل عليه صلوا على النبي يا احلى اصحاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معايا نص كيلو فول تنبيت او بتاع التدميس، اللي هي الحبايه بتاعته الفاتحه دي. تمام. ما يجيبوش اللي هي الحبايه الغامقه، لازم اللي هي الحبايه الفاتحه علشان الشوربه بتاعتي تكون فاتحه معايا. طبعا انا مغسلاه كويس ومصفياه وحطيته في بوله هنا. انا عملت زوم عشان تشوف الحبايه وتشوفوا لونها. هنزل هنا بميه. طبعا انا هرقده يوم كامل، وممكن يومين مفيش مشكلة. بس طبعا خلال الفترة دي كلها لازم كل شوية تغيروا على المية. يعني من حوالي من ساعتين ل3 ساعات كده تغيروا المية بتاعته. كل ما تغيروا المية بتاعته كل ما اللون بتاعه بيفتح معايا اكتر. تمام. هسيبه بقى، وبعد كده طبعا اما رقده في المية هصفيه وهحطه في التلاجة. هحطه في التلاجة حوالي 3 ايام كده 4 ايام، مفيش مشكلة، لغاية ما ينبت معايا. بتبقى الفولة عاملة كده. انا حطيته في التلاجة حوالي 3 4 ايام. حطيته في كيس تلاجة. لو حطيتوه في طبق او في بولة او في اي حاجة لازم تغطوه. حطيته طبعا ونبت معايا كده. في ناس بتسيبه ينبت اكتر، بس طبعا انا لو سيبته ينبت اكتر التنبيتة بتاعته من الجنب ده بتكبر، فبتتقطم معايا لما باجي اعمله اشوحه. فطبعا بتعمل لي الشوربة شوية، فانا ما بخليش ينبت اكتر. هندخل بقى على البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي دي بتخليلك الفول النابت جميل. معايا هنا بصلايه بيضه متقطعه مكعبات صغيره. معايا بقى البهارات، معايا حبهان مستكه وحبهان او هيل، ومعايا معلقه كمون كبيره، ده الاساس، الكمون اساس. معايا شطه وده اختياري. معايا فلفل اسود، معايا ورق لورا مطحون، ومعايا روزماري، ومعايا بشره جوز الطيب. ما تحطوش الورق اللورا. صحيح، لا مطحون. المطحون ده بيطعم لك الشوربه جميله قوي، بتحس بطعم ورق اللورا في الشوربه. اللي مش حابه ممكن يحطه، صحيح مفيش مشكله. طبعا انا جبت حله على النار وحطيت شويه زيت. هنزل باول حاجه بالمستكه والحبهان او المستكه والهيل. هشوحهم شويه في الزيت، وبعد كده هنزل بالبصل. يتشوحوا بس شويه في الزيت كده علشان الزيت يطعم بالحبهان. بعد كده بقى هنزل بالبصلة. طبعا البصلة بتاعتي تكون بيضة، ما تكونش البصلة حمرا. البيضة بتكون احسن، علشان ده طبعا مع البهارات ما تغمقليش الشوربة، تبقى فاتحة. هنزل بقى بالبصلة اهي، هشوحها شوية. في ناس بتنزل بالفول، في ناس بتنزل بالفول يتشوح شوية في الزيت. لا انا بنزل بالبصلة. ليه؟ لان بتخليلي طعم شوربة الفول النابت جميلة، بتخليها جميلة، وجربوها بالطريقة دي وهتعجبكم. هاسيبها تتشوح شوية. طبعا كل ما بتشوحوها اكتر كل ما بتديكوا طعم احلى واحلى في الشوربة. بس طبعا مش هدخل على لون التحمير بتاعي، لا. طبعا بقى ما لا تقوليلي شوربة لحمة تدفي ولا شوربة فراخ ولا كلام من ده. شوربة الفول النابت جميلة وصحية. جربوه بالطريقة بتاعتي دي ومش هتندموا. ويا ريت اللي لسه اول مرة يشوفني يا ريت يعمل له متابعة، وما تنسونوش في اللايك. ولو عجبكم الفيديو يا ريت كومنت حلو منكم كده. الكومنت بتاعكم ده بيفرح قلبي وبيشجعني بصراحة ان انا اعمل فيديوهات تاني. طبعا هنا البصلة بتاعتي هاتي اتشوحت كويس. نزلت بقى بالفول اهو، هشوحه شوية مع البصل. وبعد كده هنزل بقى بالبهارات بتاعتي. وهقول تاني البهارات اللي معانا معلقة كمون كبيرة، لان الكمون هو الاساس في الفول النابت. ومعايا رشة فلفل اسود،
ومعايا رشة جوز الطيب، ومعايا طبعا شطة. الشطة دي اختياري، انا حطيت منها رشة لان طبعا احنا بنحب الفول النابت بيكون مشطشط شوية. تمام. ومعايا ورق لورا مطحون، ومعايا روزماري. نزلت بالبهارات بتاعتي اهيتي، هقلبها معاهم. وبعد كده طبعا هنزل بمية سخنة، مية مغلية. بتكونوا انتوا غاليين مية وبتنزلوا بيها. هنا نزلت بالمية اهي. وخلي بالكم انا مش هحط الملح دلوقتي، عشان تكونوا عارفين الملح مش هحطه دلوقتي. قبل ما الفول ما يدخل معايا في السوا، يعني في نص سوا كده هحط الملح. الملح لما بتحط معايا في الاول بيعجز معايا شويه في التسويه، فبحاول ان انا باخر شويه في الملح، تكون الحاجه بدات تستوى كده اقوم احط لها الملح بتاعه. شايفين ده في نص سوا. هنزل بقى بالملح، هنزل بمعلقه ملح. طبعا الملح حسب الرغبه بتاعتكم، على حسب ما بتحبوا الحدق الحاجه، يعني الملح ده تبعكم انتم. تمام. هسيبه بقى يكمل السوا بتاعه، وبعد كده يبقى جاهز معانا بقى. كده خلاص الفول جاهز اهو. انا عايزه اقول لكم ان اللون بتاعه جميل، بس حقيقي حقيقي الكاميرا التليفون ظلماه. بجد ما شاء الله شويه فول نابت حلوين قوي. انا بحب الفول النابت ده اكله معاه عيش، ما اعرفش ليه بحب اكله معاه عيش. هننزل بقى في بولة التقديم، وهرجع اقول لكم تاني جربوا الطريقه بتاعتي دي في الفول النابت هتعجبكم قوي. بجد كل اللي اكل الفول النابت ده من ايدي بيقول لي جميل وطريقته جميله قوي. هسيبكم بقى مع لون الشوربه الجميل ده، مش هقول لكم مع الطعم لان بصراحه والله نفسي ان انا ادوقه لكم، بس انتوا هتجربوا بالطريقه دي وهتقولوا لي رايكم ايه. واللي لسه اول مره يشوفني يا ريت يعملوا متابعه والكومنت الحلو بتاعكم اللي بيفرح قلبي، وما تنسوش اللايك. واقول لكم باي احلى عيله في الدنيا، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد وفي وصفه جديده.